كل سنة تطلع تقول هنعمل رجيم في رمضان، ويبقى لوخدك جاب كرشك تحت وتقول نعمل رجيم. انا مش عارف انا يا اخويا، تبقى الواحدة داخلة رمضان 90 كيلو، يخلص رمضان تطلع 190. طب فين الرجيم اللي انت عملتيه؟ اديلك 10 سنين تقول هعمل رجيم في رمضان. ده انت بتاكل الكنافة بالمتر، ويبقوا متفقين كي جماعة مع بعضيهم يقول لك خلاص احنا هنعمل رجيم في رمضان، وكلهم يخلصوا رمضان ويبقوا عاملين زي الدبدية. يبقى ناوي على نفسك يا اخي. لو كلمت واحد بيشرب قهوة، عارف اللي بيشرب قهوة ده بيبقى صايم، بيبقى عامل زي المجنون وعصبي قوي، وروحه دي تبقى مشينا، لا روحه في حواجبه بعد عنك، ما بيبقاش شاف طريقه. ابعد عن اللي بيشربوا قهوة في رمضان. وتلاقي جماعة يا اخويا قال متجمعين قال مع بعضهم كل سنة، يقول لك بص احنا السنة دي يا اخويا احنا هنتجمع كده ونعمل فطار حلو مع بعضينا ونقعد ناكل كده عشان نتجمع. الناس دول اديلهم 10 سنين بيتجمعوا يا اخوانا ومش قادرين يعملوا فطار مع بعضيهم. قال لك لو السحلفة دي بقت عاملة زي الفيل الناس دي مش هتتجمع. كلام بس. الناس اللي بتجيب الطبلية ولا الترابيزة قدام التلفزيون وبتقعد تسمع رامز جلال، وبعد ما يخلص رامز جلال يا اخويا تلاقي المنشورات نزلت على الفيس. طب يا اخويا ترى الحلقة دي حقيقية؟ طب يا ترى الحلقة دي يا اخويا دي مفبركة؟ طب يا ترى اللي نزل دم من ودانه ده كان حقيقي؟ يا راجل ادينا 20 سنة بنسمع رامز جلال. دوشته اللي جابونا يا اخي، دوشته اللي جابونا مش عارفينها حقيقي ولا مش حقيقي لغايه دلوقتي. عاملين زي بتوع المصارعه لما كان الواحد ينزل فيه طحن ويمسك الكرسي لما يموت وفي الاخر الراجل يروح مفتح عينه جاي يقول ما هتضحكوا على الناس كفاكوا بقى. مجموعه تاني تكون متابعه محمد رمضان والمسلسلات بتاعته. طب ما محمد رمضان معروف مسلسلاته صعيدي فقير في الاول، وبعد كده يا اخويا يكبر ويضرب الناس كلها ويموت الناس ويبقى هو البطل. خلاص عرفنا يا اخويا المسلسلات بتاعته وعرفنا المواويل. واللي يغيظك البرنامج الديني لما يجي واحدة ولا واحد يطلع يسأل كل سنة طب معجون الاسنان بيفطر ولا لا؟ طب لو غسلت اسنانه ومطمطها وبلحت غصب عني افطر ولا ما افطرش؟ ما انت ما تستغربش برضو لما تلاقي مدحت شلبي يا اخويا طالع لك بالبوكسرات بتاع قطونيل وقاعد يغني زي كل سنه. ما تعرفش هيشتغل مع قطونيل ولا دايس السنه دي. والعصاير يا اخويا اللي بنقعد نشوفها على السفره دي بص اشكال والوان، الوان الطيف بتلاقيها. طب يا اخويا العصاير دي ما بنشوفهاش قبل رمضان. انا اخري كان بيبقى كوبايه ليمون اشربها وخلاص. يجي رمضان يا اخويا تلاقي كرشك ده عامل زي الجربة قبل ما تفطر. خف شوية عصير قبل تعمل جر رجيم قال في رمضان. كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم علينا وعليكم.